لك الحمد يا غفار، لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء، كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. فلولاك ما هاجت شجوني ولا رنت عيوني ولا خدي بدمعي مخضب. فأنت الذي من جود يبناك عدتي وزادي، وفيك المدح يحلو ويعذب. لتوب فعاملنا بلطف ورحمة، فحلمك مبسوط وفضلك أرحب. فما حيلتي إن لم تغثني برحمة، ووا حسرتي إن رد لي فيك مطلب. والله أحبتي الخسار والدمار والحسرة لك أخي يوم أن تعرض عن ذكر الله، يوم أن تبتعد عن طاعة الله. وقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أحبتي في الله، أيها الإخوة والأخوات، نتحدث في هذه العجالة عن القلب، وعن نعمة عظيمة وهبنا الله إياها. فقد وهبنا الله قلب يعقل، قلب يدكر، قلب يتعظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ووالله إن أهل الجنة، وكلنا يريد الجنة، لا يدخلونها بكثرة أعمالهم ولا بجاههم ولا بأموالهم ولا بدورهم وقصورهم ولا بكل ما يملكون من حطام الدنيا الفاني، إنما والله يدخلونها بسلامة صدورهم. قال الله: واسمع وتأمل وتدبر معي آيات الله، وخصوصا في هذا الشهر ينبغي أن يكون القرآن قرآن تدبر واتعاظ وعمل وتطبيق ومنهج وحياة. قال الله عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالله أحبتي ما وهب لهم الجنة وما أدخلهم الجنة إلا بسلامة صدورهم وبطهارة قلوبهم. وهل العيش أحبتي في الله إلا عيش القلب السليم؟ وهل الحياة السعيدة إلا حياة الطهر والنقاء والبعد، كل البعد عن الغل والحقد والحسد والبغضاء؟ نعم. يقول السقطي يرحمه الله: من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم. ويقول ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن: النعم تكفر والرحم تقطع ولم نر مثل طهارة القلوب. نعم والله لم نر مثل طهارة القلوب، أنفع للإخوان والأحباب إذا اجتمعوا على طاعة الله. نعم والله لم نر مثل طهارة القلوب، أنفع لطرد الشيطان اللعين الذي هدفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوسوسة، هدفه القطيعة، هدفه ألا يوصل رحم والعياذ بالله. أحبتي في الله، ومع أفضل القلوب طهارة ونقاء
إن أفضل القلوب طهارة ونقاء هي قلوب الأنبياء، فقلوب الأنبياء طاهرة لأقوامهم. لماذا؟ لأنهم يحبون الخير لهم، لأنهم يدعونهم، ينصحونهم، يوجهونهم إلى الصراط المستقيم، يوجهونهم إلى المسارعة إلى الأعمال الصالحة حتى يصلوا إلى الجنة، حتى يصلوا إلى ذاك النعيم المقيم عند رب العالمين. فهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من؟ يوسف عليه السلام. فرق عن أبيه ورمي في البئر وبيع بدراهم معدودة واتهم في بيت العزيز وسجن لدى الملك، ومع ذلك لما أتاه إخوته وعرفوه أنه يوسف قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لهم بقلب طاهر: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وسنتحدث الآن عن أفضل قلب طاهر وجد على ظهر البسيطة. أتدرون من؟ إنه قلب حبيبكم وقدوتكم صلى الله عليه وسلم. فقد غسل قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم مرتين في طست من ذهب. المرة الأولى يوم أن كان عند حليمة السعدية صغيرا، فأتاه رجلان ملكان مرسلان من الله فأضجعاه وشقا صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج من قلبه الغل والحقد والبغضاء والضغينة. المرة الثانية يوم كان نائما في حجر إسماعيل قبل أن يسرى به إلى بيت المقدس، أتاه ملكان فأضجعاه وغسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، فأصبح قلب الحبيب قلب طاهر مطهر. يأتيه الرجل فيجذبه جبدة تؤثر في عاتقه في عنقه صلى الله عليه وسلم، فيقول له: مر لي يا محمد من مال الله الذي هو ليس مالك ولا مال أبيك. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل قلبا طاهرا مطهرا ويعطيه من ذاك المال. نعم، تأملوا حاله صلى الله عليه وسلم إذ عرض نفسه على ابن عبد ياليل بن عمد كلال بالطائف فلم يجيبوه إلى دعوة الحق، فخرج من عندهم صلى الله عليه وسلم حزينا هائما، فلم يستفق النبي إلا بقرن الثعالب. هناك أرسل الله إليه ملك الجبال فقال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي بقلب طاهر: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. نعم، فخرج فئام من الناس وأناس كثير من تلك البلاد عبدوا الله، نشروا دين الله في أرض الله المعمورة. نعم أحبتي في الله، لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي السيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة أبدا، لأنه يحمل قلبا طاهرا. يقول أنس عنه في الصحيح: والله ما مست يدي يد حرير قط ولا ديباج ألين من كف الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قلب النبي قلب طاهر، فتطيب كل الأعضاء بطهارة قلبه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ضربه قومه حتى أدموه في غزوة أحد حتى سال الدم على وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، فجعل يسلت الدم ويقول بقلب طاهر: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم أحبتي في الله، يحمل النبي قلبا طاهرا. وفي فتح مكة عندما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا يقول لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم بقلب طاهر: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد أن ينتقم لانتقم مما صنعوا فيه أيام دعوته في مكة. أحبتي في الله، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقصده. في غزوة حنين أتاه رجل فقال: يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقام عمر لكي يضرب عنق ذاك المنافق،
فقال دعه. قال النبي لعمر دعه يا عمر فإن موسى أوذي أشد من هذا فصبر. فأين القلوب الطاهرة؟ أين الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم في قلبه، في طهارته، في نقائه، في قوله، في فعله صلى الله عليه وسلم؟